في نهار 19 أكتوبر شي 5 أيام دابا، صباح عادي في باريس. ناس كانوا داخلين للمتحف يتفرجوا في الفن، ولكن كانوا شي ناس داخلين باش يسرقوا. 4 ديال الشفارة محترفين لابسين لباس ديال العمال الصيانة جاو قدام متحف لوفر ودخلوا من جهة نهر السين باستعمال واحد الرافعة كتوصل للطابق الأول، وكان الهدف ديالهم واضح: جواهر التاج الفرنسي غاليري أبولون. واستعملوا آلات قطع باش يقطعوا الدجاج، وسرقوا في خلال 7 ديال الدقائق 8 ديال التحف ثمينة، تيجان وعقود وأقراط كانوا ديال الامبراطور ايغيني وماري لويس. القيمه ديالهم بملايين الدولارات، ولكن القيمه الحقيقيه ما كتقدرش بالفلوس. خرجوا في دراجات ناريه والكاميرات صوروهم غير من البعيد، ما خلاو لا بصمات لا اثر، كانت عمليه نقيه بشكل واعر. المتحف تسد والشرطه دارت حمله ديال المطارده كبيره، حتى الرئيس ماكرون خرج وقال هذه ماشي غير سرقه، هذا هجوم على تراث فرنسا. والخبراء قالوا الا ما لقاوش هاد المسروقات في خلال 48 ساعه فراه غادي يغبروا بمره، وغادي تبقى سرقه متحف لوفر وحده من اجرأ الجرائم التاريخيه في التاريخ الحديث.